السلام عليكم. ازاي تهتمي بنفسك في وسط ما انتي بتهتمي بولادك ومضغوطة من البيت والتنظيف ومتعصبة؟ ترجعي تهتمي بنفسك ازاي في وسط المذاكرة وفترة شكرا لكل تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ولو اول مرة تشوفي قناتي اعملي اشتراك ولايك للفيديو، وتعالوا نهتم بالحاجات اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين. الحلوة اللي انتوا شايفينها دي ليها اسامي كتيرة جدا. طبعا من الحاجات اللي انا بحب اهتم بنفسي ان انا اشتري حاجات كنت بشتريها وانا صغيرة. اساميها طبعا الكتير، لكن اللي مكتوب على الورقة هنا كوشك، فكان طعمها حلو قوي، عبارة عن مارينجا او مارشميلو وبسكوتة من تحت وطبقة شوكولاتة وموزة. ودي من الحاجات اللي بحب امتع نفسي بيها، ولو حاجات بسيطة ومش غالية. مش الحاجات الغالية اللي هتبسطنا، في ناس كتير عندها حاجات غالية وبيوت وفلوس كتير ومع ذلك مش مبسوطين، بيدوروا على لحظات السعادة اللي عندنا. وببدأ يومي قبل ولادي بساعة، بصحيهم الساعة 7، يبقى أنا أصحى من الساعة 6، أصلي وأخلص الفرض بتاعي وأقول أذكار الصباح، وبعد كده أعمل فنجان ينسون وفنجان النسكافيه أو البريك اللي أنا صبيته في المج، مش كل يوم، يوم بعد يوم، لأن البريك أو النسكافيه بيزود التوتر أكتر. حسيت ان فروة راسي بتوجعني بعد ما صليت، بعمل مساج ليها بالفرشة اللي انتوا شايفينها، وما بحطش التوك الاستيك، بحط البنس اكتر. ايام كتير بغير الروتين بتاعي ده، لكن بحاول على قد ما اقدر ان انا التزم بيه. كنت عاملة لاولادي سينابون وسينابون او اي حاجة حلوة بعملها مرتين في الاسبوع، يوم الاثنين او الثلاث ويوم الخميس بالليل عشان يفطروا بيها الصبح، كنوع من كسر الروتين والتغيير، وبدل ما نشتري حاجات من بره غالية. الحاجات اللي بعملها وبكسر الروتين بيها ان اطلع فنجان عاجبني من النيش، مش كل حاجة بشيلها من النيش وبحتفظ بيها. بطلع فنجان زي ما انتوا شايفين وبشرب ينسون، فنجان واتنين في اليوم، ده بيساعد على زيادة هرمون الاستروجين للست عامة. وبعد ما فطرت وحضرت لولادي السندوتشات بتاعتهم، وعامة انا في يوم اجازة او يوم دراسة بحضر لهم الفطار بتاعهم، كل واحد في طبقه، وكل واحد يقوم يلاقي طبقه متغطي وجاهز للفطار، وكل واحد يغسل طبقه لو سنهم طبعا فوق ال5 سنين، لو اقل انت بقى هتتعبي شوية وتغسلي الاطباق بتاعتهم. وبعد ما خلصت تحضير الفطار دخلت على الأوضة بتاعتي وفتحت شباط البطانية، ودلوقتي أنا بطبق البطانية. ممكن يوم تاني أغير فرش السرير كامل، كل 3 أيام بغير فرش السرير بتاع أوضتي. ولادي عشان كبار بخليهم يغيروا فرش السرير بتاعهم، أما كانوا صغيرين كنت أنا غيرت فرش السرير بتاعي النهاردة، وبكرة فرش السرير تاني، بعده فرش السرير تالت، وهكذا لغاية ما أخلصهم كلهم. لقد ما اقدر بهون على نفسي وببسط الامور. من الاكتر الحاجات اللي بتغير يومي ان انا اختار ساعة في خلال اليوم، ساعة الصبح قبل ما الولاد يقوموا او ساعة بالليل قبل ما هم يكونوا نايمين، بتكون ليا بصلي فيها وبقرأ قرآن. وممكن كمان ان انا اهتم بنفسي، اختار حاجة من اولوياتي او الحاجات اللي انا بحبها ان انا اهتم بيها. ولو ولادي قرروا ان هم ما يرتبوش السرير، ما تتعصبيش وتتضايقي، سيبي السرير زي ما هو لحد ما هم من نفسهم ينظفوا السرير ويرتبوه ويطبقوا البطاطين كمان. وكمان انت ما تضغطيش على نفسك وتتعصبي. انا بحب قوي اقفل الشيش وافتح الازاز والسلك، اخلي الهواء يدخل كده في الصاله. كنت في الوقت دوت زي ما انتوا شفتوا كنت عامله كيلو سينابون وبجهزهم في علب في التلاجة، واللي عايز ياخد منهم من ولادي بياخد منهم. اللي انا حطيته دلوقتي اسمها التلبينه النبويه، ودي من الاكتر الحاجات اللي بتذهب الهم والحزن في اليوم اللي اكون حاسه فيه ان انا مضغوطه وان انا متضايقه ومتعصبة قوي وطول الوقت بزعق، بختار ان انا اجيب حاجة اعملها تهديني. دي من ضمن الحاجات اللي بتساعدني. حطيت عليها كوباية لبن و3 معالق، هو عبارة عن شعير مطحون وبيتجاب من اي عطار، ممكن تجيبيه سايب وممكن تجيبيه في عبوات زي كده. انا ما فطرتش بالسينابون الصبح اللي انا كنت عاملاه في نفس العلبة، بس من الحاجات اللي بتمتعني وتخليني كده ادلع نفسي شوية ان انا بحب اجيب شيبسي او دوريتوس او مصاصة او شوكولاتة كده مخصوصة ليا ترجعنا لفترة الطفولة، وما احنا كنا بنشتري حاجات بسيطة ما تبقاش غالية، يعني مصاصة او ملبسة او كيس زي دوت متهيالي مش هيبقى غالي، وحاجة كده في خلال اليوم. دي من الحاجات البسيطة اللي بتفكرنا بالنعم مهما كانت بساطتها ومش غالية، بس بتفكرنا بقيمة النعم. احساس الحزن مش احساس ان احنا نرفضه، كان احساس سيء وربنا مش رايد لنا ان نحس بالحزن، لكن هو احساس كويس ان بيعوضنا او بيفكرنا بالايام واللحظات الحلوة اللي احنا مرينا بيها. يعني انت لما تكوني زعلانة تفتكري ان انت كنت في يوم عندك نعمة وبتروحي فيها وتستخدميها وتوريها للناس، ونحافظ عليها
على قد ما نقدر، وده بيخلينا نحافظ على النعم اللي موجودة عندنا مهما كانت صغيرة وانت فاكراها ان هي بسيطة. ناس كتير عندها نعم كتير وامكانيات وحاجات كتيرة غالية لكن ما بتبقاش مبسوطة وسعيدة، وعندها حزن طول الوقت. تفتكروا ده من ايه؟ مع ان عندهم حاجات غالية واحنا عندنا بنجيب حاجات بسيطة لكن بنستمتع بيها. صدقيني احساسك بالحاجات البسيطة ديت وفرحك بيها نعمة في حد ذاتها. خدت بقى الدوريتوس والمج اللي كنت عاملاه بتاع الشعير او التلبينة النبوية، وممكن تحطي عليه سكر او حاجة صحية اكتر، عسل، وتحطي عليه كمان مكسرات. وقعدت بقى على السرير واتغطيت بالبطانية ومسكت السبحة بتاعتي وبسبح كتير وبقول لا اله الا الله وبقول لا حول ولا قوة الا بالله، وبنصلي على النبي، وكمان بنقول اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. من اكتر الاذكار اللي بتبسطني وبتغير مودي وبتخليني اخرج من حالة الحزن اللي انا فيها. ادعية كتير وموجودة في فيديوهات كتير ازاي نخرج من حالة الحزن بكل سهولة. من الاكتر الحاجات اللي بتفرغ غير الاذكار بتفرغ فيها طاقتنا السلبية وغضبنا وضيقنا بالحزن وطول الوقت مضغوطين، ان احنا نفرغ الطاقة بتاعتنا ديت. وفي طريقتين للكتابة، ممكن افرغ الطاقة بتاعتي او المشاعر بتاعتي السلبية ان انا اكتب كل حاجات انا متضايقة منها او غضبانة منها في ورقة، بعد كده احرقها وبعد ما تبرد خالص بلم الورق وارميه في الباسكت. او ان انا الطريقة التانية ان انا اكتب الحاجات الكويسة. ممكن تكتبي طبعا الطريقتين، يعني تكتبي الحاجات السلبية وتحرقي الورقة وتقطعيها، وتكتبي الحاجات الكويسة، النعم البسيطة مهما كانت بسيطة. ومن اكتر الحاجات اللي بتفرحني لو يوم مشيت ودايت ومشيت على الحاجات اللي انا كنت كاتباها. من اكتر الحاجات اللي بتسعدني وبتحسسني ان انا عملت انجاز في اليوم ده. ذاكرتي لاولادك زي ما انت عامله في الجدول او النظام اللي انت كاتباه لنفسك، احتفلي بالانجاز ده، ان تشكري ربنا على النعم. وائتلاف النعم من اكتر الحاجات اللي احنا بنواجهها في حياتنا اليومية، لكن طول الوقت برمجت دماغي ان انا اكتب الحاجات الكويسة. وطبعا الورق الصحي ده او الورق اللي احنا بنكتب مشاعرنا الكويسة والنعم بنحتفظ بيه في مكان مخصوص. يعني الكراسة اللي انتوا شايفينها ديت انا بحطها في الدرج جنب على الكومودينو، وكل يوم او يوم بعد يوم بطلعها واكتب فيها الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على التنفس، الحمد لله على البيت والحيطان والامان، الحمد لله على الاولاد والصحة. جوه نفسك على اهتماماتك. لو انت بتحبي تهتمي بنفسك وبشرتك وشعرك، شوفي بقى هتعملي ماسكات ايه وهتهتمي بايه. انا بحب اجيب زيت اللافندر وده حلو قوي للبشره والاحساس بالاسترخاء كمان، وزيت الجينسينج للشعر بحطه في فروه شعري، وامسك الفرشه اللي انتوا شايفينها بعمل بيها مساج خفيف عشان ببوظي بصيلات الشعر. الزيوت ديت او الحجم دوت مش غالي، ممكن تجيبيه من عند اي عطار ومش هيبقى مكلف ليكي. طولك لمرحله ان انت ام وعندك اولاد وعلى قد ما تقدري بتقومي بمهمتك كأم، ده انجاز ليك في حد ذاته. في امهات كتير مهمله، في امهات كتير بتسيب اولادها، في امهات كتير ما بتعرفش ان هي تربي ولادها صح. فتحمدي ربنا على النعمه ان انت قادره ان انت تربي ولادك، وعلى قد ما تقدري بتحاولي تربيهم صح. تنسيش ان انت بتربي ولادك على قد قيمك وعلى قد ما انت اتعلمتي في وسط وقت فيه الناس بقت بتتغير، القيم مختلفة. طول لو انت بقى بتحبي المكياج والميك اب، كل شهرين 3 تبقي حوشي حاجة كده، تجيبي حاجة من الميك اب، روج او قلم كحل او فرشة للمكياج او حتى مسكرة للحواجب، وما تكونش غالية. بلاش الماركات الغالية والارقام الفلكية، نجيب حاجة في المعقول. انا بحب قوي الروج، وبحب كمان الروج يكون الصبح غير بالليل، وبحب استخدم كمان القلم الكحل والمسكرة او الفرشة اللي انتوا شايفينها هجيبها دلوقتي بعمل بيها حواجبي. وفي فرشة تانية بعمل بالبودر الاسود ده حواجبي. وده المكياج اللي انا بحب احطه في البيت، ما بحبش استعمل مكياج كتير بره. ابني كنت خليته يذاكر عشان صابح الصبح كان عنده امتحان ولازم يعتمد على نفسه، وبخلي بنتي الكبيرة تذاكر لابني الصغير، وكده انا بكسب وقت ان هم يتعلموا ان هم يشاركوا في حاجة ويعتمدوا على بعض ويساعدوا بعض. بالحاجات اللي بتبسطني جدا وتبسط كل الستات ان انا اخرج اشتري حاجة، حتى لو اشتري مصاصة بس ليا، منها رياضة ومنها تفريغ للطاقة السلبية اللي جوانا. ولو كنت متضايقة وزعلانة، عندي فترة الظهر بعد الساعة 1 الشباك ناحية الصالة الشمس بتدخل منه قوية، فانا فتحته كده ربع ساعة، عملت فنجان صغير وقعدت كده استفاد بفيتامين د شوية، ربع ساعة وقفلت طبعا عشان مفيش اي بقى دبان يخش. وبقعد على حرف الكنبة هنا واتشمس شوية. وممكن طبعا فترة قبل أذان الظهر لو انت بشرتك حساسة وبتلتهب من أشعة الشمس، كنت مشغلة بخور 10 دقايق وبقفله، دي بس ريحة وفي المكان، وبفتح بعد كده طبعا الشبابيك. ولادك بياخدوا دروس، حاولي في الوقت اللي مفيش دروس فيه ان انت تعملي مادتين في اليوم، ده جدول للأيام. ومنساش يوم الأجازة، حتى لو رايحين عند قرايبنا أو جد وتيتا اليوم ده بتاخديه أجازة للولاد. ولو أنجزوا في اليوم دوت طبعا بتكافئيهم وتشتري لهم حاجات بسيطة
بسيطة، وطبعا بتعملي صح وتخليهم هم اللي يعلموا بنفسهم في المربع، وده حاجة بتسعدهم، او يلعبوا لعبة بيحبوها او يقعدوا على النت شوية. لكن لو ما نفذوش اليوم ده وطوعوكي من غير ضرب ومن غير زعيق، طبعا بتعاقبيهم ان بتمنعي النت وبتمنعي الالعاب وبتمنعي الخروج والفسح. وبحاول طبعا انا عن نفسي بحاول مع ولادي ان انا اجتهد وامشي على نظام الجدول دوت، وايام كتير طبعا ما بمشيش وبفشل، لكن برجع تاني للنظام تاني. اهم حاجه نفتكرها ان مفيش انسان كامل، كلنا ناقصين وبنحاول ان احنا نجتهد ان نكمل. الجدول كمان بقسم اليوم من الساعه 3 للساعه 4، او من الساعه 3 ل 5 علوم او انجليش، او من الساعه 7 للساعه 9 عربي. وبريح الولد او البنت في الساعه، بسيبهم 10 دقايق يلعبوا شويه وهذاكر لهم ساعة. أنا ولادي ما بياخدوش دروس كتير، بختار مادة أو مادتين بس دروس، والباقي بنذاكره في البيت خلال فيديوهات على اليوتيوب. بيتفرجوا على الدرس كامل وبعدين أنا براجع وبخليهم يحلوا الواجب، وبثبت الجدول على باب الأوضة بتاعتهم أو على الدولاب، يفضل قدامنا طول الوقت. وجنبه بقى شوية ستيكر، شوية أي بقى كرتون، أي لوحة بتاعت رسم يرسموا عليها عشان نشجعهم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعهم، واشوفكم في فيديو جديد وتحديات جديدة إن شاء الله.